ازيكم يا بنات عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل المنين او القرص بالعجوه بطريقه حلوه جدا وهتعجبكم جدا، ومكونات كلها في البيت واقتصاديه، وهقول لكم البدايل كمان لو ما عندكوش. النهارده هنبدا بقى. معانا كيلو من الدقيق هنشتغل عليه. كيلو من الدقيق عليه كيس كبير، كيس من اللي هو الخميره اللي هو ب10 جنيه ده، اللي تقريبا معلقه كبيره من الخميره الفوريه، ومعاها 3 أو 4 معالق سكر. ولو مش متأكدة ان الخميرة بتاعتك مظبوطة او ممكن ان هي ما تتفاعلش مع العجين، اختبريها الاول لوحدها مع شويه ميه وشويه سكر، لو عملت رغاوي تبقى هي كده تمام. وبعدين حطيت نص معلقه من البيكنج باودر ورشه ملح، وقلبت الكلام ده كله كويس جدا جدا مع بعضه، وكمان كيس فانيليا. عايزه تحطي شمر، ينسون، اي اعشاب انت بتحبها حطيها، لكن انا ما بحبش الاعشاب فهحط كيس من الفانيليا. لكن انت اي اعشاب بتحبي تحطيها حطيها. هقلب الكلام ده كويس كده مع بعضه، وبعدين هحط عليهم آه كوبايتين من السمنه او الزبده او الزيت او سمنه على زيت اللي عندك. مش هعملك يعني بحاجه مخصوص، لا، لو عندك سمنه حطي، عندك زبده حطي، عندك زيت وسمنه عادي. انا بحط كوبايه سمنه وكوبايه زيت. فانا هنا كده زي ما انتم شايفين حطيت كوبايه السمنه وهقلب كده كويس. وبعدين هبتدي ان انا احط الكوبايه التانية وهبس كده بايدي، انا مش هعجن، انا هبس. عايزه الدقيق كله يدخل فيه العجينه ويبتدي ان هو يبان كده كانه، عارفين انتوا شبه الايه؟ شبه الرمل اللي مش مبلول، لا الناشف كده شويه. فانا هفضل اقلب بالمعلقه كده في الاول شويه لحد ما السمنه تتوغل كده في الدقيق، وبعدين هقلب بايدي وافركها كده، ادخل الدقيق والزيت في السمنه في بعض، وهعملهم كده بقى مع نفسي وارجع لكم بعد ما اخلطهم كده سوا مع بعض. اوريكم شكلهم. ده شكلهم طبعا زي ما انتم شايفين بعد ما خلطتهم مع بعض. هبتدي بقى اجيب كوبايه ونص من الميه واحطهم بالتدريج. طبعا انت على حسب نوع الدقيق بتاعك ممكن يشرب عن الدقيق بتاعي. انا حطيت كوبايه وربع، وبدات ان انا اقلب عشان اشوف لسه محتاجه ولا لا. هاخدها برضو اقلبها واعجنها في بعض. انا مش هعجن، انا بلم في بعض، وعارفين اللي عايز الم معايا عجينه مش هعجن ولا اي حاجه، عشان لو عجنت هتمط معايا عرق، والعرق هيخلي المخبوزات مش حلوه ابدا. فانا قلبت كده زي ما انتم شايفين، دخلتها في بعض وبقت معايا بالطريقه دي. اخدت معايا كوبايه ونص من الميه بس كده بقى. ويلا عشان نعمل الحشوه بتاعتنا. عندي عجوه، انا المفروض ان انا اقطعها صغير، بس انا هحطها زي ما هي كده واسيبها على نار هاديه. طبعا العجينه انا هغطيها واسيبها ترتاح 10 دقايق عما العجوه تخلص. العجوه هحط عليها 3 4 معالق من الميه و3 4 معالق من الزيت او السمنه. طبعا قطعيها صغير اسهل لك عشان تنجز معاكي بسرعه. انا حطيت شويه من الزيت اهو، وحطيت عليها شويه من الميه، وهسيبها بقى على نار هاديه. اوعي تحطيها على نار عاليه عشان ما تتحرقش، سيبيها على نار هاديه واقعدي عجني بيها بايديكي. بعد ما خلصت بقى ال10 دقايق عدوا وسبت العجينه ترتاح. انا ما بسيبهاش تخمر، انا بسيبها ترتاح. ابتديت بقى ان انا ابدا بالمنين اللي هو اللهم صل على سيدنا محمد، الساده اللي ما فيهوش عجوه ولا اي حاجه. فجبت حته كده وابتدات ان انا اعملها رول كده، وابتدينا نقطعها. وكل ده كانت العجوه خلصت معايا، وكانت الولاد عمالين بيكوروها بقى كور على الارض عشان تبقى سهله معايا. طبعا انا مش عايزه العجينه تكون منفوخه كده، انا هبتدي ان انا اهبطها لان هي كده كده لسه هتنفخ في الفرن شويه. طبعا اي شكل عايزاه تعمليه اعمليه، وتقدري تعملي الرول ده وتحشيه عجوه، وكمان تلفيه زي ما هو كده ويكون ده كعب الغزال. هبتدي بقى ان انا اخدهم على صاج او صينيه مدهونين زيت. وكمان هعمل معاكم القرص دلوقتي. انا هنا حطيت الاول كده ال- المنين زي ما انتم شايفين، قطعيه تقريبا مسافه كده عقله صباع عشان يبقى كله قد بعضه. وبعد ما تقطعيه تروحي تدك عليه كده بايدك عشان يبقى كله متساوي. هنا بقى هنعمل القرص هنبتدي ان احنا نجيب اي كوره كده نعملها كوره، نعمل العجين كله كوره عشان تبقى سهله عليكي. وانا زي ما قلت لكم العجينه اللهم صل على النبي، العجوه بتاعتي كانت خلصت، فانا عملت اول كوره واديت الولاد يكملوا بقى بقيه التكوين. وانا بقيت اعمل بقى العجينه وهم يدوني الكور وهكذا. وزي ما انتم شايفين اي حته عجين كانت بتبقى زياده كنت بشيلها على طول، وببتدي ان انا ابططها بايدي كده وبعمل بها شرطتين بالسكينه عشان تطلع معايا زي ما انتم هتشوفوا الشكل في الاخر. طبعا انا عايزه اقول لكم انا بتكلم وزين قاعد جنبي عمال يقول قولي ان زين عمل معاكي، فزين كان بيعمل معايا برضو. كان طعمها ايه يا زين؟ حلوه حلوه. ماشي. عملت بقى كام كوره كده، وبعدين حطيتهم بقى كلهم على صاج مدهون زيت، هدخلهم على الفرن درجه حراره 180 اخر رف من تحت. هنحطهم، واول ما يبتدوا ان هم ياخدوا لون من تحت هنديهم لون من فوق كده. وممكن تديني الوش بتاعهم بشويه لبن عشان ياخد لون حلو كده. انا عملت كل اللي معايا كده، وبعد كده ادخلهم الفرن زي ما قلت لكم، وارجع اوريكم شكلهم في الاخر عامل ازاي. كمان تقدري تعمليها صوابع مش قرص بس، يعني الشكل على حسب ما انت عايزه. حطيتهم في الصاجين كده عملوا معايا الكميه دي، وكمان الصاج التاني ده، ودخلتهم الفرن. وده كان شكلهم بعد ما طلعوا. عايزه اقول لكم طعمها في منتهى الجمال، وحلوه ومشبعه وبتدفي كده ومسكره. بجد جربوها ومش هتندموا. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناه. اسيبكم في رعايه الله، مع السلامه.